في واحد ما بيصليش قيام ليل ومسلم وبيصلي الفجر في المسجد، ما بيصليش قيام ليل وحاسس ان الدنيا ماشيه معاه كويس ونفسيا مستريح. هو بيظن بما ان الدنيا ماشيه كده اني مش خسران. لما بيفتح له في عباده القيام اللي كان بعيد عن القيام بيقول ايه ده؟ انا كنت مضيع النعيم ده ازاي؟ نعيم الدنيا قبل الاخره. يا جماعه في حاجه اسمها طيب النفس. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه اثر الغسل فقال له الصحابه في يوم من الايام اراك طيب النفس؟ قال نعم، ان طيب النفس من النعيم. في ناس عايشه مشاعر في الدنيا احنا ما نعرفش عنها حاجه. في واحد عايش حياته في الدنيا مبسوط ومرضي، موظف بيروح الصبح ويشتغل وراجع مبسوط وبيجيب الغدا وياكل ومبسوط جدا. فجي واحد قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ليه تشتغل موظف ده؟ انت ممكن تبقى صاحب الشركه. قال له انا يعني مش عارف اشكرك ازاي على ثقتك، بس انا. قال له لا انت ممكن. وبعدين خدوه وعلمه ازاي وفتح التجاره وبقى صاحب الشركه. فبعد فتره قال هو انا ازاي كنت راضي بالوضع اللي انا كنت فيه ده؟ هنا ده اهل الدنيا. لكن تخيل ان في طاعات انت مغبون فيها ومضيعها. تخيلك ممكن تطلب العلم، تخيلك ممكن تحفظ القران، تخيلك ممكن يبقى ليك اوراد في الذكر في اليوم، تخيلك ممكن تطعم فقراء. ابواب النعيم في الدنيا عظيمه لكن احنا اللي مضيعينها، احنا مغبونين. احنا في ابواب كتير في طاعات مضيعينها. ده في واحد بيحفظ سوره ويصلي بيها ويدرس تفسيرها يقول لك انا كنت عايش ازاي من غير سوره مريم؟ انا كنت عايش ازاي من غير سبحان الله وبحمده؟ انا كنت عايش ازاي من غير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مره. احد الاخوه بيقول انا كنت عايش حياتي عادي، بصلي وبطلب العلم وبشتغل في الدعوه، بس ما كنتش محافظ على الاذكار دي. لما بدات ادخل الاذكار دي في حياتي بدات اقول هو انا ازاي كنت عايش من غيرها؟ عارف لما واحد يفتح لك نعيم من ابواب الدنيا وانت تعمله ويقول لك ده من غير ما تعمله فاتك نص عمرك. في طاعات احنا مضيعينها. انت بتظن بما ان حياتك ماشيه ان انت مش مغبون. لا، في خساره فاحشه في حياتنا. ايه اللي بيخليك تعطل؟ ايه اللي بيخليك ما تروحش ربنا سبحانه وتعالى؟ واليك نسعى ونحفد. ايه اللي ما بيخليكش تسعى الى الله سبحانه وتعالى؟ ايه اللي مبطئ علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ده من تقرب الي شبرا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي. ايه اللي معطلك في السير الله سبحانه وتعالى؟ ومن اتاني يمشي اتيته هروله. ده حديث لا يشرح. ومن اتاني يمشي اتيته هروله. سيبك من معارك السوشيال ميديا، سيبك من الخناقات اللي انت بتقضيها طول اليوم، سيبك من الرغي ده، سيبك من السكرولنج اللي انت قاعد بتضيع فيه عمرك ده. حاول بدل ما السكرولنج ده تستغل. اقول لك على فكره، جرب كل مره تحط ايدك على الموبايل وانت مش محتاج الموبايل وتطلعه هتعمل سكرولنج، تعمل 100 تسبيحه السبحه بدل السكرولنج. جرب ده، شوف اثر ده في حياتك. انت هتفاجئ ان احنا حياتنا كانت مليانه اوقات مناجم ذهب احنا ما بنعملش فيها حاجه. عارف لما تسمع عن بعض الدول عندها مناجم ذهب وهي من افقر الدول، انت بيحصل لك زي ايرور كده. ايه ده؟ ازاي؟ تخيل انت قدامك ابواب ذهب من الطاعات واحنا معرضين عنها.